انا جايه اسير الجدل واقول لكم ان احنا بربع كيلو لحمه مفرومه هنعمل منه كميه حلوه قوي وغدوه حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم. سموا بالله وصلوا على الرسول وتعالوا شوفوا طريقه التحضير. عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه، فيها نسبه من الدهون. حطيت عليها بصلايه مفرومه وفلفلايه احمر، لونها احمر، ممكن تحطوها حامي او بارده براحتكم. زودت عليهم حزمه من الكزبره، ممكن تحطوا بقدونس برضو براحتكم. هحط عليهم خلطة من خلطة بهار الكفتة، بتكون موجودة عند العطار، تقدري تستغني عن الكيس ده وتجيبي منه سايب. هظبط الملح واحط فلفل اسمر وسبع بهارات وحاجة كده لا تذكر من جوز الطيب. وخدوا بالكم ان كيس الخلطة ده بيكون فيه ملح وبيكون فيه بهارات، فما تكتروش قوي في البهارات ولا الملح. ونيجي بقى للمكون اللي هيضاعف الكمية معايا، وهي كوباية الا ربع من البرغل. وتأكدوا ان البرغل يكون نظيف، ولو جايبينه سايب نقوه عشان ما يكونش فيه طوب او اي حاجة. هضيف عليه كوباية من المية المغلية او مية تغطيه، وسيبوه ربع ساعة لغاية ما تتأكدوا ان البرغل ده بقى طري معاكم. وهتلاقوا لونه اتغير، يعني من الاصفر كده هتلاقوه بدأ يكون فاتح. طبعا لما يبوش كده من المية السخنة هغسله كويس تحت الحنفية واصفيه من المية. وهجيب الخليط ده كله واحطه في الكبة. هضربه ضربة حلوة قوي عشان خاطر اضمن ان كل المكونات اختلطت ببعضها. ده البرغل بعد ما غسلته وكان بقى طري معايا. اغسلوه كويس. بعد كده بقى حطيتهم في صينية، والمية بتاعت البصل اللي انتوا بشرتوا البصلة وانتوا بتصفوا المية بتاعتها ما ترموهاش. سيبوا المية بتاعت البصل عشان تصبعوا بيها الكفتة. للأمانة أنا كنت نسيت، بس هحط مية، هبل ايدي مية بالحنفية عشان ما تلزقش في الكفتة، عشان طبعا بتكون طرية بالشكل ده. وانا بصبع الكفتة كل وقت والتاني كده ببل ايدي من المية. هاخد بقى كورة بالشكل ده وابدأ ان انا اصبعها على خلة بقى، على معلقة، على سيخ، اي حاجة متوفرة عندك تقدري تشكلي عليها الكفتة. طبعا اعملوا الحجم اللي يناسبكم. انا كنت عاملة اللهم بارك هنا، يعني الصباح كان كبير شوية. بص انا هنا نسيت ان انا احط معلقة من البيكنج باودر، معلقة، نص معلقة صغيرة من معلقة الشاي، او تحطوا ربع معلقة من الكربونات الصوديوم عشان تخليها مفرغة كده ومش مكتومة. للأمانة أنا واخدة دور برد عافي يعني، فمش مركزة في أي حاجة. هجيب بقى ظهر سكينة وأبدأ أعمل كده في أشكال وأرصها بقى في الصينية. طبعا هعمل كل الكمية وأدخلها الفرن. هي النار بتكون يعني مش عالية أوي مش متوسطة أوي، بتكون وسط. هي ما بتاخدش وقت في التسوية خالص. وفي آخر 5 دقايق كده بشغل الشواية عشان تاخد لون. بسيب بس بين كل واحدة وواحدة مسافة، وبتكونوا الصينية اللي انتوا حاطينها زيت، خصوصا لو اللحمة ما فيهاش دهون. بس الافضل ان اللحمة يكون فيها نسبة من الدهون، ولو عندك حتة ليا حطيها هتديها طعم حلو قوي. هعمل بقى كل الكمية واحطها في الفرن. طبعا كان باقي لسه، فانا حطيت دول ورجعت حطيت الباقي. والكفتة على النار جبت طبق وحطيت فيه رغيفين بلدي عشان يعني يشربوا من الكفتة وبيبقى طعمهم حلو. حط بقى كمية الكفتة اللي معايا، طبعا كان لسه فيه 4 كده في النار. هبقى ازودهم بقى لما يطلعوا بالشكل ده. كنت بقى قليت فلفل حامي وحطيت كزبرة كده على الوش للتزيين، وكمان حمرت بطاطس جنبها. ربع كيلو ده عمل اللهم بارك 16 واحد. طبعا في حاجات راحت كده بألف هنا وانا شغالة، فدول اللي كانوا اتبقوا. وهحط كمان جنبها شوية من البصل كده، حط لهم بس شوية من البابريكا وشطة حمرا.
ولو عندكم سماق حطوه، هيبقى شكله حلو وطعمه كمان حلو. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كنت معاكم زهرة الماس، مع السلامة.